حالتين عن كرم بدر ميض. اكو رجل شامي من سوريا. نعم. هذا الرجل الشامي تحديدا من حلب انطلب غرامه ما يقدر يسددها، غرامه كبيره. فراح على وجوه الخير، على الناس الجاويد الكرماء، نزل على الفرات على الحدود العراقيه، ساعد الناس مساعده ما تسد الغرامه مالته. فاشار علي شخص من اهل الرمادي. منين؟ من اهل الرمادي. اها. للنبار. نعم. قال له اكو شيخ بالجنوب اسمه بدر الرميض، اذا وصلته ما راح يقصر عنك. والنعم. فجاء هذا يسال الى ان وصل هذا المضيف. هذا المضيف هذا مكانه. يعني هذا المضيف ما متغير مكانه. هذا مكانه نعم. قبل الضيف ما يسالونه الا ورا 3 ايام. الشيخ يشوفه خطار. ورا اليوم الثالث لو هو يحكي سالفته، لو الشيخ يسأله. فقال له يا ولد انت شنو شغلتك؟ خطار حاجه؟ قال له والله محفوظ انا طاحت علي غرامه والغرامه كبيره. ايش قد؟ قال له الغرامه، قال له هالقد، ما ادري ربي ما ادري لير بوقتهم رقم كبير. قال له استريح. قام الشيخ للبيت، جاب له قبل اكياس فلوسهم، قال له استريح هنا مكان هذا اللي عندك. قال له تفضل هنا استريح، افرش شريلك، افرش عباتك. ايش كثر غرامتك؟ قال له كثر حسب. قال له هذن بكثرهن لان انت من مكان بعيد الله وعاني من اهل الشام. ظل شيء بسيط بالتشيس. قال اخذ التشيس كله وانا صابحه. كفو والله كفو. فهذا بقى من ذهل، يعني قاعد حتى ذا ينطيني شيء نص ربع. فقام لزم هذا العمود. قال له والله انا ما عندي شيء اشكرك به، بس عندي بيت قصيد بدوي. اي. قال له تفضل. قال له من حلب جيتك معتني يا ابو حسن عز اللي يخاف، حاول كرم والمرجله يزبق يغطاي الشواف. الله الله الله. فاي ذكرتها انا بالكتاب؟ ذكرتها بالكتاب نعم. وذكرتها رحنا وفد لسوريا يا نائب الرئيس السوري، فقام علي وباسني بعقالي على هاي القصه اللي ذكرتها. كفو. والقصه الثانيه اذا ما تريد تروح فاصل. لا نريد نسولف ما نروح فاصل. هذا النهر اللي حكى الشيخ عنه قبل شويه، احنا ترى عندنا شيخ واحد. والنعم. احنا اذا تقول شيخ فلان وشيخ فلان احنا نزعل ما نرضى. احنا عندنا شيخ صباح. والنعم من شيخ صباح. وكفو. هذا كان نصري يربط هور الحمار بالكوت بالغراف. هذا الممر المائي. نعم. هاي واسطة النقل اما على الخيل واما بالممرات المائية بالنهر. فهاي التجارة منها تجارة الكوت والغراف والشطرة ونواحيها. من البصرة هذا الطريق، هذا العلي المضيف هسه تحديدا. فاجى هذا تاجر من البصرة اسمه حج حسين الشرشاوي من اهل الشرش. عنده تجارة تمن وقبل سفن كبار. نزل هنا بات بالمضيف، سأل الشيخ بدر شنو تجارته؟ قال له تمن وحفظ. قال نزلوا لنا من عندها كمية. نزلوا من عندها، اشترى من عنده. وين توصل؟ قال له والله وصل للكوت، جاي من الكوت. فغرب بالنهر بالغراف، اخذ له حدود اسبوع. رجع هم مر هنا يتعشى يبات يتغدى. قواك الله حجي ان شاء الله بعت تجارتك؟ قال لا والله محفوظ ما انباعت. اي شلون؟ قال له حتى اللي ياخذ له شيء بسيط. امر على زلمه قال نزلوا التجاره كلها. نزلوا الثمن كله. كف. تعال ايش قد حسابك؟ قال له هالقد حسابي. تفضل. قال لهم ترسوها حنطه. هو اشتراهن دفع فلوسهن نعم. اي دفع فلوسهن وبدون ما يحس هو، قال لهم ترسوها حنطه. فاخذ حسابه هذا الحج وقام السفينه تلقاها متروسه حنطه. قال يجوز الشيخ يريد نبيعها بالبصره. خلينا نرجع عليه. قال رجع وقف هنا قال له محفوظ انت اعطيتني حسابي مال التمن، هاي الحنطه ابيعها لك بالبصره. قال لا هاي الك ولعيالك ولعمامك. والنعم.
والنعم. هذا بقى واقف شاعر هو. قال له والله ما عندنا الا هذا البيت من الشعر عفوا. يقول له اخم بقطار عصرك ما انتباها. اها. وخصال الجود جدها. اها. كذب من غير شخصك الله. ما انتباه. اظن مثلك معا والحاتميه. والنعم. والسلام عليكم وممنون منك ابو احمد.